بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات ناصر للمعلومات. سنتعلم في حلقة اليوم كيف يمكنك أن تفرق بين الهاتف الأصلي والهاتف المقلد بطريقة بسيطة وسهلة جدا وفي متناول الجميع. كل ما عليك فعله هو أن تكتب في الهاتف نجمة دياز 06 دياز أو نجمة مربع 06 مربع. سوف يظهر معك رقم تسلسلي، تدخل هذا الرقم سواء كان في هاتفك الشخصي أو يمكنك الذهاب إلى أي محل لشراء الهاتف وتدخل هذا الكود. كما قلت سوف يظهر معك رقم تسلسلي متكون من 15 رقما. كل الأرقام التسلسلية الخاصة بالهواتف تتكون من 15 رقما. أنت فقط ركز على الرقم السابع والثامن، هذا هو المهم، الرقم السابع والثامن. إذا كان الرقم السابع والثامن هو صفرين معناه أن هذا الهاتف هو هاتف أصلي ومن الشركة الأم. الشركة الأم يعني إذا كان هاتفك سامسونج معناه أنه من شركة سامسونج، إذا كان نوكيا فهو من شركة نوكيا وما إلى غير ذلك. يعني هذا الهاتف هو هاتف أصلي 100%. إذا كان الرقم السابع والثامن 08 أو 80 يعني هذا أن هذا الهاتف مصنوع في ألمانيا وذو جودة جيدة، يعني جودته جيدة ومقبولة. فألمانيا معروفة بصناعتها وجودتها في صنع الهواتف، فأيضا هذا الهاتف هو هاتف ممتاز وجيد يمكنك اقتناؤه بدون أي مشاكل. إذا كان الرقم السابع والثامن هو 01 أو 10 يعني أن هذا الهاتف هو أيضا هاتف أصلي لكنه مصنوع في الفيتنام أو فنلندا. هو أيضا هاتف أصلي لكنه مصنوع في الفيتنام أو فنلندا. إذا كان الرقم السابع والثامن 20 أو 02 نفس الشيء، فهذا الهاتف تم إعادة صنعه، أو بمعنى آخر أنه هاتف مجمع في دولة الإمارات. تم إعادة صناعته أو تجميعه في دولة الإمارات، وهو ذو جودة سيئة جدا ولا أنصح أي أحد باقتنائه. إذا كان الرقم السابع والثامن هو 13 أو 31 يعني هذا أن هذا الهاتف هو مجمع في دولة أذربيجان، يعني تم إعادة تصنيعه أو تجميعه في دولة أذربيجان وهو أيضا ذو جودة سيئة ولا أنصح أي شخص باقتنائه. إذا كان الرقم السابع والثامن هو 40 أو 04 يعني أن هذا الهاتف هو هاتف أصلي لكن مصنوع في الصين. نعلم جيدا بأن الصين تقوم بصناعة هواتف مقلدة وما شابه ذلك، لكنها في الآونة الأخيرة أصبحت تنتج هواتف أصلية ليكون في علم الجميع. فهذا الهاتف هو أصلي لكنه تم صنعه في الصين. إذا كان الرقم السابع والثامن هو 30 أو 03 فهذا الهاتف أيضا صنع في الصين، لكن هذه المرة هو هاتف مقلد ليس أصلي. إذا كان الرقم السابع والثامن هو 60 أو 06 يعني هذا أن هذا الهاتف صنع في هونغ كونغ وجودته سيئة جدا ولا أنصح أحد باقتنائه. وأخيرا إذا كان الكود أو الرقم السابع والثامن هو 50 أو 05 فهذا الهاتف هو هاتف أصلي 100% ومصنوع في أمريكا. هاتف أصلي 100% ومصنوع في دولة أمريكا. إضافة إلى ذلك كل هذه الأكواد ستجدونها أسفل الفيديو لمن أراد مراجعتها من جديد. سوف أضيف إليكم أيضا رابط لموقع يمكنك من خلاله أن تكتشف الهاتف الخاص بك بإدخال الرقم التسلسلي الذي يتكون من 15 رقما. بعد إدخال نجمة دياز 06 دياز يظهر معك الرقم التسلسلي، قم بإدخاله في هذه الخانة ثم اضغط على تشيك. إذا ظهر معك أو ظهرت معك صورة الهاتف هنا بالجانب وظهرت معك هذه البيانات يعني أن هذا الهاتف هو هاتف أصلي. أما إذا لم تظهر معك صورة الهاتف والبيانات الموجودة هنا فهذا الهاتف هو غير صالح إطلاقا. كانت هذه حلقة اليوم، أرجو أن تنال إعجابكم. لا تنسوا بالضغط على لايك والاشتراك في قناة ليصلكم دائما جديدنا وشروحاتنا.
جميع الأكواد المستعملة في الشرح تجدونها في التدوينة مع رابط هذا الموقع. أترككم في رعاية من الله وحفظه، والسلام عليكم.